انا اقول لكم يا جماعه معلومه، الكثير هنا ما يعرفوها، يمكن يصدق بعضكم يعرفها. انا يا جماعه يمني. تعال زول فريق. الله يسلمك. الله يسلمك. بس يعني من مواليد المهم، ليش انتم ما تعرفوا لين دحين ان انا يمني؟ او في بعضكم تفاجئ ان انا يمني. انا ما عمري قلت ان انا سعودي صراحه، بس ما عمري قلت ان انا يمني في نفس الوقت. واطلع في الجرايد الكوميدي السعودي وانا ما اقول لا. براحتكم. طيب سموني بدر صالح السعودي، خذ راحتك سموني. انا هبتدي من البداية. سامي عبد الله محمد الجابر من مواليد مدينة الرياض. نعم. والدك كان بيشتغل أعمال حرة. عشت طفولتك في بيت شعبي بحي سكرينة. نعم. حي قديم في العاصمة. نعم. في الرياض. نعم. أنتوا كم أخ وأخت؟ الوالد رجل عصامي، اشتغل كل حاجة، حتى اشتغل إنه يكون سائق تاكسي لحتى يوفر الأولاد، لأنه إحنا بيتين ما شاء الله. الوالد كان عنده زوجة أولى وزوجة ثانية. أمي كانت الزوجة الثانية. نعم. الزوجة الأولى كان لي 5 أخوان من أبو و3 بنات، وإحنا 5 أشقاء و5 بنات، يعني ما شاء الله 18. 18. يعني إحنا باقي لنا تقريبا 3 ونكون فريق كرة قدم بالاحتياطي. نعم. ما شاء الله. لا زالت والدتي متعلقة روحي فيها، يعني لدرجة أني ما أتخيل نفسي بدون والدتي حاليا، لأن والدتي بكل فخر أتكلم أصلا مي سعودية، والدتي أنا أصلا يمنية. نعم. فجت تزوجت أبوي وهي صغيرة في السن، يعني لما في ذاك الوقت 14-15 سنة لما تزوجها أبوي سعودي أبا عن جد، ولكن تزوجها وجابها صغيرة، فعاشت كمرت أبو يعني، وأخواني الكبار أوريدي قريبين منها في السن، فعاشت أحيانا كابنة وأحيانا كزوجة. ولكن أعتقد أنه برضو من الأسرار ومن الأشياء اللي تعلمنا منها الصبر، تعلمنا منها الحكمة، تعلمنا منها الله يعطيها الصحة وطولة العمر ويلحقنا دائما برها، أن كيف نجاب الحياة وكيف نواجه الحياة. لأنه تتغرب وأنت صغير، تترك أهلك وهي يتيمة كانت، فكانت محتاجة قوة. القوة هذه من تجي من رب العالمين، ثم من الشخصية اللي داخل جوات والدتي. حب العشق. أنا بعشق الهلال من صغري، وكنت خالد وصل إلى مرحلة أنا أحيانا كنت بروح معاه نادي النصر، لكن لا زال قلبي نادي الهلال. لما جت لحظة التسجيل يعني كان أبسط شيء، أبوي خالد يروح لنادي النصر، روح معاه في السيارة حتى حتوفر علينا إيش مواصلات، يعني على الأقل 3 أيام ما آكل ولا أنزل ولا في غرفتي، يعني اسمه ريفولوشن إضراب. والدك كان نصراوي ولا هلالي؟ والدي كان لا نصراوي ولا هلالي، تقريبا كان يشجع النجمة زمان، ما نعرف هذه الأشياء اللي هي صارت الشباب. ولكن لما راح خالد مع النصر تعاطف مع النصر، وتربط علاقة كبيرة في الأمير عبد الرحمن بن سعود رحمة الله عليهم جميعا، أنه كانوا في علاقة يعرفون بعض يعني. ولكن بعد ما صرت في الهلال وبرز نجمي، أعتقد أنه كان من أشد المشجعين نادي الهلال. خذلانك لخالد زعله أو؟ لا، بس أعتقد أني يعني جنيت عليه بتسجيلي في الهلال وبعدين بروزي، لأنه هو كذب كذبة بيضاء. اللي هي هو قال لما كنت أنا أروح معه، كنت تقريبا ألعب في الدورات الرمضانية النادي النصر، وكان يعطوني أحسن لاعب واخذ هداف البطولة، فكانوا حاطيني في الجيب على أساس أني ممكن أسجل نصراوي. ولما أنا كانوا يسألون خالد كان يقول ضعيف وقلبه يعور، عنده مرض في القلب، والمرض اللي أنا كنت فيه أول. اللي طلعت الإشاعة عليك بعد كده وقالوا إنك أنت فعلا مريض بالقلب. كان مريض القلب. شو وهم فيه؟ فجأة أنا سجلت في الهلال وبرز نجمي، فقالوا له هذا مريض القلب. فصرت موقفه بقى محرج. أحس إني أنا يعني جنيت في الكارير حقه، في المشوار حقه، صار ما أقدر، ما أبغى أعطي الكلمة